لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابها بعبد الله الحسين. قال الراوي: ولما رأى العباس كثرة القدر من أهله قال لإخوته من أمه وأبيه عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله. والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك. فقاتلوا بين يدي أبي الفرد حتى قتلوا بأجمعهم ولم يستطيعوا. العباس عليه السلام صبرا على البقاء بعد أن فني صحبه وأهل بيته ويرى الحسين عليه السلام مكسورا قد انقطع عنه المدد وملأ مسامعه عويل النساء وتراك الأطفال من العطش. فطلب من أخيه الرخصة فقال الحسين عليه السلام: يا أخي أنت صاحب لوائي. قال العباس عليه السلام: لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن أنفذ لساني منهم. فأمر الحسين عليه السلام أن يطلب الماء للأطفال. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم بغضب الجبار فلم ينفع. فنادى بصوت عال: يا عمر بن أنسى، هذا الحسين بن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا فاسقوهم من الماء قد أحرق الظمأ قلوبهم. وهو بعد ذلك يقول: دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. فصاح شبر بأعلى صوته: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. فرجع إلى أخيه يخبره فسمع الأطفال يتفارقون من العطش والله سكنت عنة العمل المشكر تقل من العطش قلبي تفطر. رجع العباس إلى الحسين يقولون لما رجع قرب من الخيام سمع الأطفال ينادون: العطش العطش، من اللي يستقبلهم، من اللي يتقدمهم سكينة عزيزة الحسين. والله سكنت عنة العمل المشكر تقل من العطش قلبي تفطر. يا ابو فاضل يا عم انت بالوجود وبيدك ملك فكنت مسك الجود. يا عمي وعبدا والطفل بالرواح بيجود وقلبك من العطش بارق وصحر. يا عمي ما تشوف اشعال العيال بلوج من العطش وجلوح الاطفال. يقول له: يا عمي هاي ما جعلت على البال وجودك علينا الماء يحرم. ناصر احمد سمع مجلولة حسين سمع كلام الأطفال صراخ الأطفال. ناصر احمد سمع مجلولة حسين: يا ابو فاضي يا عمي الوعد جاوز شكلها يقلها يا عمي ما يتركين اجيب الماء وانزل محدث يقلها رد الخيمة عيالك يقلها وبشر الصادق ويحسين خلي تستعد بشر يحسين لهم فاضل حمل على المشرعات
وبشر الصالح ويحسين كلها. نعم قال أخي أبا عبد الله ائذن لي فأدخل ما مدموع عيناي. نعم زينب استقبلت أبيها بالفضل العباس وأوصته بوصيه. نعم وذكرته بما أوصاه أمير المؤمنين وحدثته بحديث أمه أم المليك. قال ثم وجهه العباس تعانقا هو والحسين عليه السلام وودع بعضهم بعضا وشد على القوم وهو يقول إني أنا لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أرى في المصانع لقاء نفسي لسبط المصطفى الطهر وقاء فإني صبور شاكر للملتقى فأضرب الهام وأبري المفرقة. حمل على الميمنة ثم حمل على الميسرة حمل على القلب فرق الجيش حملات أن يفضل العباس ليفضع العسكر. وإذا العباس قصد يجيب الماء لكن إذا ما يضرع أركان الجيش لذلك حمل عليهم من كل جانب. يقول إسحاق بن حوية يقول لما حمل العباس علينا صعدنا على التلال وهو صورنا عليه السهام والنبال حتى صار درعه كالقنفذ وهو لا يجعب بجمعنا ولم ترعه كثرتنا يحمل على الرجال فكشفت بين يديه كالذئب كالغنم إذا شد فيها الذئب فالصف صوم العباس قامت على المعروف ويجب يقوم ربها وكور عسكر الكوفة كورت الرواياها وحملت بدر راواها جدت هوتاه منواها وبالمتهب تولاها تموج الخيل خلاها سيف يهوج بالميمون سيفتنا يخوض بالماء الملاذ المزدلق والخيل جلست على المردوفة شبل المرتبى الكرار طول على الجيش وغار مش فرطان البتار كم يدخلوا يلها النار فالصف حارب الكفار حرب الماجر ولا صار بدت الرمك كاظمار لما الشمس مكتوفة وصلت للنخيل الخيل وانشبه الوجل والويل سوى نهارها الليل والدم اعظم من السيل صوتي من بريد السيل صوت الرعد يصرخ عبد الله وصلت بالحيل ومن الخوف مخطوفة سيف على الرقاب يطوف سيف بالحرب ما طوف لحظة على الرقاب يطوف جنب الهوي الفسفوف وجهة الوجه مخطوف سمر الماء في السيوف جنب الهوي المحتوف الأخطف من يريد يروف الدم من يريد يروف اسكندر يحجز يروفه دور المرمر المناع من بعد تروق القاع خز الضيغة من روعت القلب من كاع سوى الغاضي يخطاف فيها شادر وتتباع وبيد حامل الراية ورواية الكفر ملفوفة خز الحيط صاد الصيد بيض من دماء الفيل عند الحرب يفوعيد ولعب السمر لعب الغيث تخيل الويد من العيد من سكة سيوف وميت على التغريد للصنديد ظلوا تنصر حفوفة وصل للماء من جنة حمل على المشرعة وكان عليها 4000 فارس فكشفهم عن المشرعة ونزل إلى الفرات فاسترف غرفة من الماء بيده فتذكر عطش الحسين فالقى الماء من يده وقال والله ما شربت الماء وابن رسول الله عطشان يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده يولا كنت أو تكوني هذا
والد المنون وتشربين بارد المعين أنا شلون أشرب وأخويا يحسين وسيقنا والحرم والفايا قال ثم أخذ القربة وركب جواده وتوجه نحو الخيام فنادى ابن سعد يا ويلكم اقطعوا عليه طريقه ولا تدعوه يوصل الماء الى الحسين وعياله فتفرقوا عليه 3 فرق وهو لا يعذر بجمعهم يكر فيهم كأنه الليل حتى قتل منهم قتلة عظيمة فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه مواجهة رجل برجل فبينما هو يقاتل إذ كمن له حكيم بن طفيل فقالت مع السيف وهو يقول والله لو قطعت يميني إني محامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليمين يا ويل من قطع يمين أي والله ولا يا تدعو بعينك قبضتي أكثر إسرايا وخمدي تقول مهندايا جفاك اليسار يقبر موت بيها إشراحة أحمر بدت لي تلزلم والسرر الشار اكتاف الواحد من القوم بالفيل فبينما هو يقاتل كمن له حكيم زيد بن ورقاء وراء نخله وضربه بالسيف على ضم اللواء الى صدره نظر الى الجود سالما اخذ يجود بنفسه نحو الخيام فبينما هو كذلك واذا بسهم ميشوك من ظالم الغيشوك اصاب القربان فريق ما يوسف تحسب حسرتي المكسور قلبه عساني مويوس مسكين على دربه فأصابه سهم في عينيه وضربوه بعمود من حديد على رأسه الحسين الآن انكسر ظهري وخلى حيلتي وشمت بي عدونا فطفح جواده وقف يمه دمعيتي إلا يابو فاضل يقول ينقطع مني الحل نعم جاء إليه الحسين فرقت قومه فنزل أخذ يجمع جاء أخذ يدي العباس وعمامته ثم جاء إلى أخيه الفاضل جلس عنده أخذ رأسه وضعه في حجره أراد أن